هلا، وشلونكم؟ اليوم راح اسوي وياكم اطيب وصفة ممكن تحضروها للغدا، البوتيتا مع اللحم وصلصة البشاميل. بالبداية بسم الله. هنا حضرت بوتيتا مقطعتها بهذا الشكل حلقات، حنضيف لها على الوجه زيت الزيتون او تقدرون تستبدلوه بالزيت العادي، ورشة من الملح ورشة من الفلفل الاسود، وندخلها للفرن من الاسفل والاعلى. وبطاوة حامية ضفت قليل من الزبد قليل من الزيت، وننزل اللحم مفروم. لازم اللحم نحمسه كل زين لما يتغير لونه بهذا الشكل. بعدها حنضيف الفلفل الالوان والبصل، نحمسهم كل زين ويا اللحم. بعدها نضيف التوابل 7 ابهار، بابريكا، ثوم بودرة، ملح، نعطيهم خلطة سريعة ويا اللحم. ونضيف ملعقة من المعجون، فقط ملعقة مو اكثر. ونضيف الطماطة منزوعة القشر، طبعا ما بيها قشور، نحمسها كل زين ويا اللحم. وبهذا الشكل تصير وياي الحشوة. بعد ما صارت بهذا الشكل نرفعها من النار. وهاي البوتيتا بعد ما طلعناها من الفرن حننزل عليها حشوة اللحم ونساويه بهذا الشكل. بعدها حنحضر صوص البشاميل. بجدر ضفت زبد وضفت ملعقتين من الطحين، نحمسهم كل زين. ونضيف الحليب تقريبا ضفت نص هذا الباكيت مال الحليب، ونخلطه خلطة خفيفة بين ما يذوب الطحين، نبقى نخلط بيه لما يسخن وياي القوام. حضيف رشة من الفلفل الأسود ورشة من الثوم بودرة ورشة من الملح، ونعطيها خلطة سريعة بداية ما يدخن وياي ويصير بهذا الشكل. نطفي عليه. حنضيفه على اللحم والبوتيتا، ونضيف على الوجه آخر شي الجبن موزاريلا، أي نوع جبن يكون متوفر عندكم. وندخلها للفرن على درجة حرارة 180 من الأسفل، بعدها من الأعلى. وهذا شكلها بعد ما طلعناها من الفرن. حنقطعها وياكم، شوفوا لي المنظر، الصراحة ريحتها تجنن تجنن. جربوها كلش طيبة، تسووها بوقت الغداء ونجرب الطعم ونقول بسم الله. واتمنى اذا حبيتوا هذا الفيديو لا تنسون بالضغط على زر اللايك والمتابعة والتعليق الحلو، واقولكم سلامكم العافية، مع السلامة، انتظروني فيديو جديد.